السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رافق. اليوم جبت لكم تحلية بالكراميل راح تكون بزاف بنينة. شوفوا كي نقسمها كيفاش راح يكون القوام تاعها، راح تجي بزاف بنينة والقوام كيما راكم تشوفوا. نمر مباشرة للوصفة وطريقة التحضير. لهاد الوصفة راح نحتاجو 2 باكيات فلون، 3 مغارف سكر عادي، 3 مغارف مايزينا، 500 غرام غاطو اي نوع حبيتي تستعمله، ريتلا حليب، كراميل. نمروا لطريقة التحضير. هنا راح نبداو الكريمة نحتاجو ريتلا حليب، فرغتها في كاسرولة، زدت معاهم هادوك 2 باكيات فلون تاع كراميل، زدت معاهم 3 مغارف سكر كبار، 3 مغارف مايزينا. بعد ما ضفت هذيك النشا ولا المايزينا جبت انفوي، خلط كامل هذاك الخليط بارد في بارد. بعدها حطيته على نار هادئة حتى تحصلت على اون كريم. بعدها جبت المول ديالي، بديت نستف الكاطو ديالي، حطيت الطبقة الاولى كما راهو موضح في الصورة بهذه الطريقة، زدت طبقة تانية، هذا هو الشكل تاع لاكريم ديالي اللي كنت حطيتها على النار هادئة، تقالت وجات ما شاء الله. بديت نفرغ فيها فوق الكاطو، درت طبقة. هنا الكريمة نفرغوها وهي سخونة، نفرغ كامل الخليط ديالي بهذه الطريقة، نسويه بيان. جبت كاطو، زدت طبقة فوق هذيك لاكريم، جبت كراميل، درت كامل فوق هذاك الكاطو بهذه الطريقة. جبت هذيك لاكريم اللي كنت خدمتها اللي فيها الفلون والسكر والمايزينا، زدت طبقة. بعدها جبت حبيبات كاطو اللي كنت خليتهم للتزيين، زينت الكاطو تاعي بهذه الطريقة. جبت كراميل، فرغتها كامل فوق هذاك الكاطو، دخلت التحلية تاعي الفريجيدار 4 سوايع. بعدها جبتها نحيتها من المول بعد ما كانت بردت، لانه التحلية تاعنا لازم تكون باردة سينو الشكل ما راحش يجينا شباب. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاعي نهار اليوم. ولا عجبتك ما تنسيش تبارطاجيو، ديروا لي جام رايكم في التعليقات، واللي ما راهوش داير لي ابوني دير لي ابوني فضلا وليس امرا. السلام عليكم، على بروشان.